もっと新しい自分が欲しい。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين والمتابعين في فيديو جديد مع بيس يونايتد تيم. ودلوقتي كان آخر ماتش لعبناه في الماتش باز. بعد ما خلصنا كل المهمات دخلنا كملنا في الماي ليج، واللعيبة اللي اتطورت بالماي ليج هنخش نرفع مستواهم، واللي ما كملش تطويرته للآخر هنخش نكمل له بنقط التدريب، عشان صراحة كده مفيش لعبة تانية على الحساب، لأن داخلين على فترة امتحانات مش هنبقى فاضيين له. هنلم بقى الحاجات اللي جمعناها من المهمات، الفتحات المجانية كله. تعالى الحاجات دي طبعا هنلعبها الأسبوع الجاي بعد ما المهمات تتجدد. نلم من هنا، نطلع بره بقى نلم صندوق الهدايا. لعبنا فتحة نجوم الأسبوع، ولعبنا ماتش ال50 كوين، وخلصنا ماتشات بيتزا كلوك. تمام، بقى معانا 975 كوين. كان جايلنا راشفورد، ودلوقتي احنا مستنيين بيكن باور. بالنسبة لنجوم الأسبوع نفتح الفتحة بتاعته الأول. احنا من نجوم الأسبوع محتاجين باك، لو جيمس بقى يبقى عمل معانا الصح. يلا بسم الله. مجاش. يلا نجوم الأسبوع جيمس، يا رب جيمس. همسكه جنبه وحكيمي جنبه، وفي النص صليبة وروديجير جنب بعض. هي خضرة من بره، يا رب جيمس جوه. ممكن يطلع لي ما جالش. ده جالش، مش محتاجش. طب انا دلوقتي بيكن باور ولا ما جالش ولا صليبه ولا روديجير؟ العب كله سي بي، مفيش اي حد هيبقى كده اهو يعني. ماشي بسيطه. زي ما ضرب هنا يا رب يضرب هناك مع عم بيكن باور. مش هنقعد كل شويه نستنى انه يجي وما يجيش برضو. احنا جالنا قبل ما نلعب المهمات من اول فتحه راشفورد، وبعد كده ربنا ما كرمناش بولا واحد عدل، اللي هم طبعا يعني من الباقي اللي فوق. ماشي كافاني شوت عال من هنا. يا رب بيكن باور، يا رب بيكن باور. بسم الله. بيكن باور من اولى، بيكن باور امبارح من اولى اشفورد، النهارده من اولى بيكن باور. هو مفيش غيره في الباكج. اوه بيكن باور بيكن باور بيكن باور. بس انا كده الايميل بقى كله سيرد باكات، مفيش اي حد كده يعني باكات نص ملعب. ممكن نلعب بيكن باور من في نص الملعب، تصدق؟ نلعبه جنب فييرا. تمام. يا والد يا بيكن باور، رأسياتك يا جامد، وتاكلينج كمان. نورت التشكيلة يا معلم. دلوقتي بقى احنا في حيرة بين امرين. يا اما نعمل باكج اعادة تعيين ونفتح من الاول، طبعا دي فيها احتمال ان يجيلنا بيكن باور وكده يعني، بس احتمال كبير واحتمال مش ضعيف، لان في حاجه و70 فتحه، احنا فتحنا حاجه و20، فكده اكيد ان احنا هنكمل الباكج الاخر تاني. اهو عملنا ارجاع ونبدا من الاول، نبص على بصه مش يمكن يجي تاني يعني. مين عالم؟ ولا اقول لك احنا حاليا دلوقتي معانا بيكن باور ومعانا راشفورد، ديفيز وعم مودريتش. نبص بص على مودريتش. هي البصه دي كده كده ملهاش لازمه، بس ادينا بنحاول. الايميل ده بيبقى حظه حلو اول ما بفتحه، يعني اول فتحات فيه بتبقى حظها حلو. جالنا من نجوم الاسبوع ما جالش، ومن الاولى هنا بيكن باور. امبارح جالنا من الاولى هنا راشفورد. فده معنى كده ان الايميل ده اول ما بيتفتح كده حالا كده بيبقى حظه حلو. بقعد عليه شويه حظه بينزل تحت زي دلوقتي كده. طبعا احنا مش هنركن فتحات، احنا كنا عايزين بيكن باور وكده، فاحنا مش هنركن فتحات، هنخلص كله. تانية لويس سواريز تحتيهم، يمكن في امل. احنا هنقضي بقى بقية الأسبوع بنفتح نسجل دخول نستلم الهدايا ونلعب ضربة الجزاء ونقفل لحد يوم الخميس. يوم الخميس بقى هنلعب أحداث الاثنين والخميس اللي هم بتاع ال50 كوين وال50 كوين، ونلعب نجوم الأسبوع ونصور فيديو. راشفورد تاني، مفيش غير يا عم، عادي عادي. خليك مركون بره، ساعة نتزنق هبيعك ونستلم منك نقط تدريب حتى. بس صراحة يا جدعان البطاقة شكلها جامد. اقفل يا عم راشفورد. بدأت براشفورد امبارح برضه. يلا. يلا تاني. بقى 8 فتحات ومش عارف، حاسس ان الحظ رايح لفوق مش لتحت ليه. يعني مثلا بيكنبار بعد كده راشفورد، يمكن في امل في ديفيز، مودريتش، اي حاجه اي حاجه يا عم، مش هنقول لا. بصوا يا جدعان طالما ببلاش نقول الحمد لله ونستلم الهدايا كده ونبقى مبسوطين. احنا هنخلص الفتحات المجانيه دلوقتي وبعد كده نخش على التشكيله. لازم التشكيله كده نلاقي لها موضع كده يحط كل اعلى بيت في الملعب.
الناس اللي بيتها عالي كده تبقى في الملعب وما تبقاش مقصرة ان احنا نبقى مقعدين لاعب بيته عالي بره. اللعيبه اللي زادت نقط من الماي ليج هنكمل تطويرها ونشوف هتوصل لليفل ماكس ولا لا. اللي هيوصل ليفل ماكس تمام، واللي مش هيوصل ليفل ماكس احنا قلنا ان احنا مش هنطول لاعبين ببطاقات. بس صراحه طبعا بما ان احنا مش هنلعب على الحساب تاني ومفيش حاجه نلعبها طبعا عشان الماتش بس وكده، هنقضي بس الحساب ان احنا بنفتح نستلم ضربات الجزاء يا اما بنلعب ماتشات نجوم الاسبوع. فاحنا هنكمل تدريب اللعيبه بنقط التدريب وامرنا لله. هنعدي بس الشهر ده كده عشان امتحانات، وطبعا بعد ما نكملهم بنقط التدريب هيبقى معانا نقط تدريب لان احنا اللي معانا كتير. وطبعا اللي هيحتاجوا اللعيبه مش هيبقى كتير ان هم كده كده زيانين نقط من ماي ليج. حد مثلا يحتاج كتير زي بيكنبار اللي جالنا دلوقتي بس. باقي 3 فتحات. يعني انت بص، شد حالك كده معايا مشاهدة الكل. ده يعني انتوا بترخموا عليا يعني ايه يعني واحد اتنين والتاني هنا؟ طب ما كنتش جيت انت وكان جه حد من دول؟ مش رخامة يعني يا عم مودريتش. طب نخش على ديفيز يمكن مودريتش حظه وحش معانا. طب ايه طيب ايه؟ دلوقتي بقى نلاقي مثلا حد جالنا من اللي تحت دول زي كافاني مثلا او اي حد من جنبه، او اي حد من جنب سواريز، واللعبة تبقى بترخم علينا ما بتجيبلناش حد عدل. هو ده في الصفوف اللي فوق 76، يبقى ده في الصفوف اللي فوق. فين بقى هو عم منير؟ اهو. اهو يعني جاية نفترض انها جاية. باقي فتحتين فيلا بقى يعوض علينا ربنا. احنا كده كده يعتبر بنضيع وقت في الفتحات دي. احنا جالنا بيكن باور واللي جايين كلهم هنحوشهم ونفتحهم على بعض يمكن يجي تاني، او يمكن يجي بدري عشان لو جه بدري هيبقى في احتمال انه يجيلنا تالت. يلا. بيكن باور. دي كده ايبك يعني الالوان اللي بره دي كده. دي كده ايبك بيكن باور تاني ولسه قدامنا يجي 40 فتحة. بيكن باور. بيكن باور تاني في نفس الفتحات. الله على الحظ يا جدعان. الله والنعمة يعني بص. كده الفكرة نجحت. كان 2 بيكن باور و2 راشفورد. طب والناس التانية دي كده مظلومة معانا بس مش مشكلة. مش مشكلة. عادي لسه باقي فتحات كتير. اغلاق يا معلم. خلاص كده هي كانت اخر فتحة والحمد لله. جالنا بيكن باور مرتين وراشفورد مرة في خلال حوالي 12 فتحة. فده كده الحظ الحمد لله من عند ربنا كده كان رافع. نستلم الحاجات دي ونروح نطور اللعبة اللي في التشكيلة. نيجي بقى للتشكيلة كده بقى نشوف هنعمل ايه في البداية كده. نطور اللعبة اللي في التشكيلة وبعد كده نجيب الناس اللي بره. هنبيع شوية لعيبة من اللي هم بيجيبوا 100 نقطة تدريب دي، وبعد كده نيجي تاني ترتيب. عم بيكنبار منور. مجالش إغلاق. احنا برضه هنزعل لو راح كده يعني. عمو بيكنبار 2 وعمو راشفورد 2. طب والناس التانية كده محدش منهم هيجي؟ عادي ادينا ساكتين مؤقتا. الناس دي طبعا احنا معانا منهم كتير عشان الفتحات المجانية دي، فاحنا نبيع شوية وبعدين نروح نكمل تطوير اللاعبين. هو راشفورد بيحتاج تطويرة خاصة. نعمل تلقائي ونشيل من هنا، نشيل من هنا، ونكمل هنا 11. 11 4 11 4 4. تمام. وصل 98. كده باقي نجيب بقى الناس اللي بره. عندنا مجالش. تعالى. حط هنا. نيجي هنا. بيكن باور. ندخل نسخة ونسيب النسخة التانية مش هنطورها دلوقتي. هنلعب بقى بيكن باور فين؟ بيكن باور فين؟ بيكن باور فين؟ احنا هنضطر نغير في التشكيلة. معانا طبعا 3 سيرد باكات، 2 دستورية وواحد بالضبط. طيب هنلعب ب2 دستورية وواحد بالضبط دي ازاي؟ احنا نعملها كده بأمر لله. على الأقل نحط اللعيبة الأقوياء في التشكيلة وبعد كده نشوف أرض الملعب دي بعدين. كده 3 سيرد باكات. لعبنا حكيمي تحت. نلعب بقى راشفورد ولا نيمار تحت؟ احنا ننزل نيمار عشان قوة التحمل بتاعه أعلى من راشفورد. هي نقط بسيطة بس قوة التحمل بتاعته أعلى منه خلاص. طبعا بما ان احنا بنلعب ب2 دستورية وواحد بيلد اب فلازم نلعب ب2 دي ام اف. معانا هنا فييرا وننزل هنا بيكن باور. تعالى يا عم بيكن باور. نغير المركز. مركز دي ام اف ونطوره تلقائي. 102 و102. تمام. الدفاع تحت اتقفل. نيجي للهجوم طبعا ليفاندوسكي هو اللي هيهاجم.
هنلعب براشفورد وديابي. بقى نبص على الحارس. خش التشكيلة يا عم الحارس. مكان مين؟ في واحد هنا بيجيب 92 بس. إدرسون جاب 94 كويس. لسه ما كمان مطورناهوش ماكس بس هنسيبه كده يعني عادي. حاليا محدش من الناس اللي بره ليه مكان في التشكيلة، لكن التشكيلة كده يعني شكلها كده يدل ان هي بتدافع، فاحنا هنطلع الناس دي فوق شوية. تعالى يا عم حكيمي. تمام. ونطلع نيمار فوق شوية. هي دلوقتي دي مش تشكيلة، هي عك، بس نجربها يمكن تطلع حلوة. اللي هيبقى عليهم حمل ال ام اف والار ام اف اللي هو حكيمي ونيمار، هيحتاجوا يخشوا جوه نص الملعب عشان مفيش صانع العاب، هتلاقيهم بيضموا هم يصنعوا العاب، يا بينزلوا يدافعوا يا اما بيمشوا من على الطرف عشان يحاولوا يعرضوا. فاحنا هنمشيها على كده مؤقتا لحد ما نشوف بعد كده هيجيلنا مين. الحظ النهارده كان عالي، جالنا بيكنبار مرتين وجالنا راشفورد مرتين وجالنا مجالش من نجوم الاسبوع. استنونا الفيديو الجاي باذن الله يوم الخميس، هنلعب ماتش الاثنين وماتش الخميس عشان ال50 كوين، ونلعب احداث الخميس عشان فتحة نجوم الاسبوع المجانية. كل يوم في الحساب هنسجل دخول ونلعب ضربة الجزاء ونلم الفتحات المجانية ونبقى نفتحها مع بعض يوم الخميس. واللي عايز يبيع او يشتري حسابات هسيب لكم لينك ستور التليجرام في الوصف. انتظرونا الخميس الجاي. مع السلامة.